يا ريتنا ما شُفنا اليوم ده. يا جماعة اسمعوني كويس، الفيديو ده مش أي فيديو عادي أنا باقدّمه، الفيديو ده أمان لبيوتكم. زمان كنا بنخاف من الحرامي اللي بييجي وبينُط على السور، دلوقتي الحرامي بقى بيدخل بيتنا عادي بالموبايل وبصوت ولادنا كمان. الذكاء الاصطناعي دلوقتي يا ست الكل وصل لحتّة مرعبة جدًا. تخيّلي واحدة قاعدة عادي جدًا يرن عليها التليفون فيديو كول، تلاقي بنتها هي اللي بترن عليها فيديو كول وبتقول لها: "يا ماما أنا برّه الباب افتحي لي، افتحي لي بسرعة." الأم بطبيعة الحال طبعًا قلبها كَلْها، بس الأم دي ذكية شوية، فكّرت وألهمها ربنا الذكاء إنها تتصل على المدرسة، شكِّت في الموضوع، فاتصلت على المدرسة لقت بنتها في الفصل، أُمّال مين اللي كان بيكلمها؟ مين اللي برّه؟ مين طيب اللي كانت برّه؟ مين اللي بتتكلم بصوت وشكل بنتها؟ للأسف ده فخ معمول بالذكاء الاصطناعي، عشان تفتحي الباب يا إما البيت يتسرق يا إما يحصل كارثة. يا ولادي ويا بناتي يا اللي بتسمعوني وبتقولوا ماما بتكبّر المواضيع، الموضوع أكبر منّي ومنكم. دلوقتي ممكن حد يبعت لك فيديو كول بصوت أمك أو أبوك وشكله كمان، ويقول لك يا حبيبي هات الباسورد بتاع بابا أو افتح لعمك. للأسف ده مش حقيقي، ده تزييف، ده غدر. إحنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي للأسف بشكل سيء. عشان كده أنا كرغد الجوكر باقول لكم إحنا لازم نستخدم خطة طوارئ في كل بيت. كلمة سر عائلية نبقى متفقين عليها كلنا من النهارده. كل بيت لازم يبقى ليه كلمة سر وغريبة ما حدش يعرفها غيركم وما تقولوش لحد عليها. لو باكلم ماما، باكلم بابا فيديو كول وقال لي طلب غريب أو كلمة غريبة، أطلب من ماما وبابا كلمة السر. قُل يا بابا كلمة السر، قُل يا ماما كلمة السر. لو ما عرفتهاش اعرف إن مش أنا، اقفل السكة فورًا. لو جالك اتصال من حد يخصك، صوت وصورة، بيطلب منك فلوس، بيطلب منك تفتح الباب، أنا برّه، اقفل فورًا ما تثقش في أي حد، اتصل على رقمه اللي متسجل عندك واتأكد بنفسك. ما تثقوش في أي مكالمة تيجي لنا سواء صوت أو صورة. اقعد مع ولادك، حذّرهم، التكنولوجيا زي ما فيها حاجة وميزات حلوة، فيها حاجات ناس بتستخدمها بشكل سيء عشان تضرنا. أنا باخاف عليكم زي ما باخاف على ولادي. الذكاء الاصطناعي والAI لو مش فاهمينه صح هيتحول ضدنا، هيتحول لكابوس. يا ريت نشيّر الفيديو ده في كل لكل أم وكل أب. وعوا الزمن اللي بنشوفه ما بقاش حقيقة. تخيلي كده تبقى قاعدة في أمان الله وتتصل عليكِ بنتِك بتعيط، ويرن عليكِ التليفون مكالمة وصوت وصورة، وتلاقيها بتعيط، يا ماما أنا اتخطفت، يا ماما افتحي لي الباب بسرعة. الفيديو ده أمان ليكِ ولبيتِك، اسمعيني للآخر عشان اللي هاقوله حياة أو موت. طب مين اللي كان بيكلمني؟ ده الذكاء الاصطناعي يا ست الكل. يعني إيه ذكاء اصطناعي بيقلدنا؟ دلوقتي في برامج بتعرف تاخد بصمة صوتِك من فيديو قديم ليكِ، أو تاخد صورتِك وتخلّيها تتحرك كأنها بتتكلم وكأنها حقيقة. تفتحي الباب تلاقي الشارع فاضي، تلاقي قدّام الباب فاضي. الموضوع ما بقاش بس فتح باب، بقى ممكن جوزِك يكلمِك، أخوكِ يكلمِك، يقول لِك حوّلي لي مبلغ على الرقم ده، فيديو كول هتشوكي في إيه؟ من غير كلام هتبعتي فورًا، ولمّا يقفل هتكتشفي إن أنتِ كنتِ بتكلمي الشيطان بالكمبيوتر. طيب يا راغدة نعمل إيه؟ نرمي الموبايلات يعني؟ لأ طبعًا أنا ما قُلتلكش كده، ما قُلتلكيش كده، لازم نكون أذكيا، لازم نفهم أرجوكم عشان خاطري، لازم نعرف إن التكنولوجيا اللي إحنا فيها دي سلاح وفي إيد المجرمين بيستخدموه. جالي طلب فلوس أو مساعدة، أعمل إيه؟ ثانية واحدة، اقفلي واطلبي الرقم اللي متسجل عندِك على التليفون واتأكدي هل هو طلب منِّك فلوس والّا لأ. النصابين دلوقتي بيستخدموا التكنولوجيا عشان يضحكوا على الأمهات. الفيديو اللي انتشر مؤخرًا للأم اللي بنتها كلمتها وكانت خايفة وبتقول لها افتحي لي الباب، والأم اتصلت على المدرسة لقيتها موجودة في الفصل. الحرامي ما بقاش محتاج يكسر باب الشقة عشان يدخل عليكِ، بقى محتاج يكسرِك أنتِ من جوّه، بصوت بنتِك عشان تفتحي له الباب. اقعدي مع ولادِك، فهّميهم إن في صور على التليفون مش حقيقة كدب. لو ماما قالت لك افتح أنا برّه، وبعتت لك فيديو كول وقالت لك افتح أنا برّه، ما تصدقش، بُص من العين السحرية الأول. واحد من متابعيني بيقول لي إن ليه ابن شاب جاله اتصال من ابن عمه اللي هو مسافر يشتغل برّه، وشه مخطوف وجاله اتصال فيديو كول مش فيديو عادي، وبيقول له وشه مخطوف وبيقول له أنا في كمين وواقع في ورطة ومعييش سيولة، فابعت لي فيزا بتاع بابا وِش وضهر علشان أطلع من إيه، من المأزق اللي أنا فيه، عشان أدفع الغرامة حالًا. وفعلًا بعت له الفيزا وِش وضهر وفي ثانية فلوس الأب طارت. اللي حصل إيه، الحرامي سرق فيديو لابن عمه قديم وبرنامج تاني خلّاه يقول الكلام ووجّهه للولد. شُفتوا الغدر وصل لفين؟
القصة التالتة بقى إن صاحبتي اللي بتستغيث بعتها لي وبتقول لي جالها voice من صاحبتها الأنتيم، الصوت هو، نفس طريقة الكلام. بتقول لها: "يا حبيبتي أنا هاقفل تليفوني وباحاول أدخل على إيميل الشغل مش راضي يدخل معايا، ابعتي لي الكود اللي هيوصل على تليفونِك دلوقتي عشان أنقذ الموقف." طبعًا صاحبتي كانت هتبعت الكود لولا إنها واعية وفكّرت الأول قبل ما تبعت، وبعد كده الحرامي يبتزها بقى بالصور والفيديوهات اللي عليه. النصيحة هنا يا حبايبي، حتى لو الصوت صوت أمك، أبوك، أخوك، أختك، صوت صاحبتِك، اطلبوا فون واتأكد منه. البصمة الصوتية بتتسرق في ثواني يا جماعة، ربنا يسترها على ولادنا ويسترها علينا من كل شر.